في حاله ان الجسم ما يطلعش اصلا انسولين، ده بيبقى عند مرضى السكر من النوع الاول. ايه بقى اللي بيحصل؟ بص يا سيدي، الناس دي بيبقى عندها مشكله في جهازهم المناعي بسبب ايه ما نعرفش. هو في مشكله حصلت في جهازهم المناعي، فالجهاز المناعي او الخلايا المناعيه وهي معديه عشان تروح تهاجم اي جسم غريب، هتعدي على البنكرياس، بس هي مش عارفاه، هي مش قادره تتعرف على البنكرياس، فهتعتبر ان هو جسم غريب وهتضربه، فبالتالي البنكرياس نفسه هيتدمر. فعشان كده البنكرياس نفسه مش هيطلع انسولين. عشان كده مرضى النوع الاول اللي يبقى عندهم مشكله في جهازهم المناعي، جسمهم ما بيفرزش انسولين اصلا، بيبقى علاجهم حقن انسولين تحت الجلد مدى الحياه. اه، عشان كده فبالتالي مرضى السكر من النوع الاول اللي يبقى عندهم مشكله في جهازهم المناعي، اللي بيروح يهاجم البنكرياس فيدمره فما يخرجش انسولين، فبالتالي علاجهم بيبقى ايه؟ بنديهم احنا انسولين من بره. كده احنا فهمنا ليه مرضى النوع الاول بياخدوا انسولين، لان جسمهم ما بيطلعش انسولين. حلو. مرضى النوع الثاني دول جسمهم بيخرج انسولين، البنكرياس شغال تمام والانسولين بيخرج تمام. حلو، بس الجسم بيقاومه. زي ما حضرتك شايف كده، احنا فاكر الفيديو اللي فات ان الانسولين او راح مسك في الكبد او مسك في قامت الخلايا جزء الكبد فاتح، قام السكر داخل. صح كده؟ لا، اللي بيحصل بقى في مرضى السكر من النوع الثاني ان يجي الانسولين يلزق على الكبد، الكبد ما يتعرفش عليه، ما يستجبش، فما يفتحش، فالسكر مش هيدخل، فهتفضل نسبته عاليه في الدم. في الحاله دي هو عنده انسولين بس الجسم بيقاومه، فالحل احنا نعمل ايه؟ هنزقه زقه، يعني هنديله حبوب برشام يساعد الانسولين بس انه يقوم بوظيفته. فبالتالي مرضى النوع الاول لازم ياخدوا حقن، مرضى النوع الثاني بياخدوا حبوب وبس. طيب،